مرحبا بكم في قناتي. اليوم سوف نتحدث عن قضية مثيرة للجدل في عالم كرة القدم المغربية والإفريقية، وهي قضية اعتقال سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي بتهم عدة بينها ترويج المخدرات وتبييض الأموال. فما هي تفاصيل هذه القضية؟ وما هي تداعياتها على مستقبل النادي الأحمر؟ تابعوا معي هذا الفيديو لمعرفة الإجابة. سعيد الناصري هو رجل أعمال مغربي ورئيس نادي الوداد البيضاوي، وهو أحد أكبر أندية كرة القدم في إفريقيا. الناصري يعتبر من أبرز الشخصيات الرياضية في المغرب، حيث قاد الوداد إلى تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والقاري، كما أنه قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي. لكن هذا النجاح لم يدم طويلاً، ففي 22 ديسمبر 2023 تم اعتقال الناصري من قبل الشرطة القضائية بتهم عدة، من بينها ترويج المخدرات وتبييض الأموال والتحايل والتزوير. ويتعلق التحقيق في هذه القضية بشهادة بارون مخدرات يلقب المالي، الذي اتهم الناصري بالضلوع في شبكة تجار دولي في المخدرات، والتي تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا وإفريقيا. وفقا للمصادر الإعلامية، فإن الناصري كان يستغل منصبه كرئيس للوداد لتمويل عمليات تهريب المخدرات، وكذلك لغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي. ويشتبه في أن الناصري كان يستخدم شركات وهمية وحسابات بنكية مزورة لإخفاء مصدر الأموال، وكذلك لشراء اللاعبين والحكام والمسؤولين الرياضيين للتأثير على نتائج المباريات. ومن المقرر أن يمثل الناصري أمام قاضي التحقيق في 25 يناير 2024 للتحقيق معه بشكل تفصيلي، وإن كانت الأدلة كافية ومقنعة، فقد يواجه الناصري عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد. هذه القضية أثارت ردود فعل متباينة في الرأي العام المغربي والإفريقي، فمن جهة هناك من يعتبر الناصري ضحية لمؤامرة سياسية ورياضية تهدف إلى إسقاطه وإضعاف الوداد، ومن جهة أخرى هناك من يرى أن الناصري مجرم يستحق العقاب ويجب محاسبتها على تشويه سمعة للرياضة المغربية والإفريقية. وبالنسبة لمستقبل الوداد البيضاوي، فإن هذه القضية قد تكون لها تأثير سلبي كبير، سواء على المستوى الإداري أو المالي أو الفني. فالنادي قد يفقد رئيسه ومموله الرئيسي، وقد يتعرض لعقوبات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، تتراوح بين الغرامات المالية والحرمان من المشاركة في المسابقات القارية والدولية. ولكن هل سيستسلم الوداد لهذه الضربة القاضية؟ أم سينهض من جديد ويثبت أنه نادي كبير وعريق لا يهزه شيء؟ هذا ما سنراه في الأيام والأسابيع والشهور القادمة. شكرا لكم على متابعتكم لهذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم واستحسانكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولا تترددوا في ترك تعليقاتكم وآرائكم حول هذه القضية في خانة التعليقات أدناه. وداعا وإلى اللقاء في فيديو آخر.